ده انت هجامه بقى. دخلتي اوضه نومي كمان، واقفه في البانيو بتاعي. ايه عايزه تاخدي حمام؟ تعالي تعالي يا حلو، اطلعي اطلعي لا تزحلقي. تعالي على مهلك اسم الله. تعالي. ايوه. انت اسمك ايه؟ تهاني. يلا اطلعي هنا. اعمل ايه؟ اطلعي هنا. ماشي. يا عم هو مش قادر. هو انت اللي مضروب ولا انا اللي مضروب؟ بقى انا هتجنن. العيال دي هتكون تبع مين يعني؟ مش تبع الواد كمال عشان انت هتاخده في الماتش اللي فات. بس الواد ده اصفر انا عارفه، بس ما يعرفش بقى ان انا ظهري متأمن. وبعد كده المفتاح لما تلاقيني بتضرب تخش تدب على طول. اهو البقين بتوع كفه مايله يا حبايبنا دول كان فيهم بتاع 7 بنيات، وبعدين سحبت سيجاره. حد يسحب سيجاره واخوه بيتضرب على الارض؟ انت لسه مولعه. بس مولعها ده انا اللي هولع فيك. عدة معاك؟ عده؟ عده ايه؟ عدة جمال. احنا فيها ولا فيها مفتاح؟ هات العد. هو ايه اللي هات العده دي؟ لا مفيش عده. يا عم اخلص. بس خدنا عليها كده ليه؟ هات العدة ولا الله، عشان العيال دي مش تبع كمال ولا حاجة. مش تبع كمان؟ هو انت ازاي عرفت اصلا ان في حوار؟ عرفت من اللي بعته. مين؟ بابا ماجد اللي بعت العيال دي عشان تأدبك، عشان شايفك ناقص رباية. يا ابني هو انت عايز تسلطني؟ يعني يمد ايده عليا ويبعت ناس تسفلتني وتقول لي عادي؟ يا مفتاح احنا كبرنا خلاص، ده وقتنا ناخدها منه يا اخي وندور ضريحنا. الله، ممكن مره تسيبنا سوق هلا؟ هتتقلب منك لو سوقتها. لا يا اسطى مش هتتقلب. هتتقلب والله، عشان مش هتسوقها بدماغك. انا وانت بطولنا مش هنعرف ندورها دلوقتي، مش جاهزين لها. لا جاهزين لها، انت بس اللي عايز تقفلها في وشي. وقفلها في وشك ليه يا ابني؟ يا ابني الراجل ده مناخيره في السما، ده بعت ناس تضربنا. ايوه ما حصلش. نقول الحمد لله بقى، هنخش له على الهادي، عشان غير كده هتقلب بخناقه واحنا في غنى عنها. ولع. هات العده اصلا نسكته بيها، يحرق هو اللي عليها، وبعد كده هنحرقه احسن. انت شايف يعني كده مفتاح؟ اه. ده مفتاح بطل، بس قسما بالله هيعمل يا حاجه ابني انت ما تانية. بتعرفش تكمل جمله من غير نرفزه؟ اهدى بقى. عارف انا لو الزمن رجع بيا اعمل ايه؟ كنت كملت عليه. لا، كنت سبت العيال عجنتك. يعجبوا مين يا اسطى؟ باذنك يا رب جري شارع قدام. ده ما هو باين على وشك. يا عم كنت هقوم كنت هلفتهم. طب بص كده ليه؟ مين حبيب اخوك؟ ولا يا عم. ومين بيحمى اخوك؟ لا في دي مفتاح. ومين يلعن ابوه؟ ماجد يا اسطى، ماجد، ما يلا بقى. لا مش دلوقتي. ليه يا اسطى ليه؟ عشان انت غشيم. ليش يا اسطى انا غشيم؟ اتغشم معايا. مش هينفع. الله ما نبقى غشام يا اسطى. كابتن ولعه؟ ايه ده؟ انت عارفني؟ اه طبعا، ده انا بتابع كل ماتشك وراهن عليك. ده انت كسبتني مكاسب بنت جنيه. ده انت طلعت مشهور بجد بقى. مش قلت لك؟ ما يلا يا اسطى، تلاقي الغلابه بجد. طب كده مش هندفع اجره. عيب عليك. على النعمه التوك توك نور، ولاحظ ان انت كنت هتركب كنت زودت كده للدقيقتين. بقول لك ايه، انت هتعلمني اعلمك ايه؟ ملاكمه. ملاكمة ايه اصلا؟ انت محتاج مكملات. استنى، انت سواق وركب معاك ياما. شفت الست اللي في الصوره دي قبل كده؟ لا. توك توك. ما يمكن فقيره. يلا يا اسطى، يلا يا اسطى، مش هنذاكر وش. اطلع. يلا. انا راسي بايظه يا اسطى، هنا كده بايظ. كان في بنت انا قفشتها وهي بتنط من سور الملجأ، مسكتها وحبستها في اوضه الكراكيب. البنت دي لقيتها عندي هنا في المكتب وفي الاوضه بتفتش في حاجاتي، جيت امسكها جرت مني. انا عايز اعرف
مين اللي خرج البنت دي؟ والله العظيم يا بابا انت اللي خرجتها يا عبيد؟ لا والله ما انا. خرجت لوحدها؟ باب الاوضه اتفتح بقدره قادر وهي خرجت؟ انا عندي رد يا بابا. اصل انا كنت معدي من قدام الاوضه اللي فيها الكراكيب، ببص تخيلت بواحده كده خارجه منها، فاتلبشت يعني وقلت ده عفريته. بس افتكرت بقى رباعيه صلاح جه هنا بابا، ولدي نصحته كان لحد ما صوتي اتنبح. لا تخاف من ديب ولا من شيء. بس يا بابا لقيت في ايديا يعني مفك صغير، وبعدين يعني قبلت عليها راحت زقاني وجري وما شفتهاش تاني. هي مين ده يا بابا؟ يلا سيبوني لوحدي. يلا 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 يلا. انا ما كنتش متخيل انها تقول لي كده، يعني انا كنت فاكرها باقي عليا. انا باقي عليك يا اسطى وبتحبك. انا مش فارقه بتحبني ولا مش بتحبني. حاسس دي طلعت بتبص لي نفس البصه. بصة ايه؟ بصه مفتاح، البصه هي اللي كل الناس بتبصها لنا من ناحيه عيال. البصه. انت برضه يا اسطى ما ينفعش اللي انت عملته ده. انا ما عملتش حاجة. عملت يا اسطى، عملت. انت دخلت جبتها من المحل بتقول، هو ده اسمه كلام؟ مش كل حاجه بالدراع قلت لك. مش انت كنت متعصب؟ اه. تبقى كنت غلطان. انت ما بتشوفش نفسك وانت متعصب، وانت متعصب دي ما بتشتغلش. فك يا اسطى ان شاء الله محلوله. تعال نشوف العيال. هو زمانهم ناموا. ما نصحيهم، ما احنا مسهرنا. بس انا مش قادر، انت قادر؟ انا مش قادر الصراحه. طب هات سيجاره. لا هننام بقى. صباح الفل يا ريس. ايه ده؟ انت مش فرفوده؟ ايه اللي جابك؟ من ورا قلبك ده، من ورا قلبك. انت بدل ما تقوم تاخدني في حضنك وتديني بوسه وانا قلت لا يا ريس عيب كده، لا ما يصحش. انا نعم يا اخي. ايه يا ريس؟ انت فتحتش واتساب ولا ايه؟ الصوره صورة ايه؟ يا ريس اطلع من دول الصوره. هما مين دول اللي اطلع منهم؟ انا تليفوني ضايع. لا اتسرق. عموما مش مشكله، يلا رجعني بس الشغل بسرعه عشان أنا محتاجه السالري. يلا اتفضلي نزلي رجلك واطلعي بره. طب خد اقرا ده وادعي لي. ايه ده؟ فايل خطير جدا. بص يا سيدي، الفايل ده فيه ورق يودي ماجد في 60 داهية. هتقولي مين ماجد؟ ماجد صاحب دار الشمس. مبدئيا كده هتلاقي ورق بيقول انه عنده اخ متوفي من 21 سنة. هتلاقي جوه بقى كمان شهادة وفاة الاخ ده. الاخ ده مين بقى؟ صاحب الفيلا اللي فيها دار الشمس. هتلاقي كمان ايه؟ ورق بقى حاجة استغفر الله بتقول ان ماجد ده بيستورد ادويه بتنزل جدول. عارف بيعمل كده ازاي؟ بيضرب شهادات طبيه للعيال، عين العيال الغلابه اللي في الدار. والله. وكمان هتلاقي شهاده ميلاد ابن اخوه اللي هو قلت لك من شويه ان هو متوفي من 21 سنه. هتلاقي كمان شهاده ميلاد تانية، دي انا مش عارفه هي بتاعت مين، بس هي ايه لطفل برضو مولود بعدها بكام يوم كده. وهتلاقي كمان صوره للاسره الكريمه دي كلها. ايه رايك فيا بقى؟ بجد؟ مش خساره فيك يا بوسه. لا عيب يا ريس، ده انا قد بنتك. استنى، خد دي احسن. ناخد دي احسن. يلا خد لي حاجه كلها بقى بسرعه بسرعه.